صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده البسكوت القمر ده بطريقه سهله وبسيطه تعجبكم جدا. يلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا عباره عن ايه. معايا كيلو من الدقيق، كيلو هشيل منه كوبايه لان هشتغل بالكيس. لو هتشتغل بالمكنه كيلو كامل. تمام. شايفين ده القمع بتاع البسكوت. معايا 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، معايا ربع كوباية من اللبن، معايا 4 معالق كبار من الكاستر، معلقتين كبار من الحليب البودر، 350 جرام من السكر البودر، معايا 600 جرام من السمنة. السمنة مش الزبدة. تمام. السمنة لازم تكون ساقعة ساقعة. تمام. شايفين هي ساقعة طالعة من التلاجة. انا بفككها شوية بالسكينة عشان ايه؟ تفك معايا شوية، متقلقيش هي هتفك معاكي بسرعة. لو حساها جامده قوي سيبيها شويه على ما تفك، المهم انها تبقى ساقعه معاكي. ضفت عليها 350 جرام من السكر البودر، يبقى 600 جرام سمنه. 350 جرام من السكر البودر باخدهم مع بعض، افضل اضرب فيهم لحد ما تبقى معايا كريميه زي ما هتشوفوا كده بالظبط. بصوا الشكل. عايزين نوصل للمرحله دي ان هي تبقى كريمي كده، هو ده المطلوب. تمام. بعد كده بشغل العجان، او ممكن تخفقي على ايديكي عادي او بمضرب كهرباء حسب المتوفر عندك. ما تقوليش عشان عجان، لا، اي حاجه شغال. بعد كده ببتدي اشغل العجان وبجيب البيض بتاعي وبنزل بيضه بيضه. لما البيضه بتختفي بنزل بالبيضه التانية. تمام. مع بعض خطوه بخطوه. احلى واطعم بسكوت هتعمليه في حياتك. جربي البسكوت اللي بالسمنه، حلوه قوي. انا عملت معاكم اللي بالزبده، جربوا ده كمان هيعجبكم ان شاء الله. ضفت الاربع بيضات، بيضه بيضه زي ما شفتوا معايا. اضيف كمان رشه الفانيليا، طبعا لا غنى عنها، فانيليا. هنضيف كمان ربع كوبايه من الحليب الدافي، ربع كوبايه من الحليب الدافي. بصوا بقى القوام هنا عامل ازاي، وهو ده المطلوب. بعد ما الحليب اختفى هنضيف بقى الحليب البودر، واربع معالق كبار من الكاستر او النشا حسب المتوفر عندك، بس الكاستر بيديله لون حلو. هنضيف بقى كيلو دقيق الا كوبايه. الا كوبايه ليه؟ عشان احنا هنشتغل بالكيس مش هنشتغل بالمكنه. وضفت زي ما انتم شايفين مساح معلقه صغننه صغننه خالص من البيكنج باودر، يعني نص معلقه صغيره. تمام. هبتدي اعجنهم مع بعض، ما بتعجنش كتير، يا دوب كله يدخل في بعضه. الحاجات النواعم والبسكوتات والحاجات دي ما بتتعجنش يا جماعه عجنه كامله، يا دوب كده الدقيق يختفي بنبتدي ان احنا نشيل. اهو. بصوا بقى الشكل عامل ازاي، هو ده قوام البسكوت اللي احنا محتاجينه. مش قادره اقول لكم ريحته عامله ازاي ولا طعمه، بجد جميل جدا. ابتديت احطه بقى في القمع، في القرطاس بتاعي او في الكيس بتاعي، وهبتدي بقى ان انا املى الصواني بتاعتي. لحد هنا تمام. تمام قوي. نعمل ايه بقى في الخبيز؟ نشغل الفرن بتاعنا على درجة حرارة 180، ولو ال 180 عندك عالي قللي ال 170 160، والفرن شغال من فوق ومن تحت. الصينية بتدخل على الشبكة اللي تحت، مش في النص، الشبكة من تحت. تمام. الصاج بياخد من ربع لتلت ساعة. طبعا لو فرنك حامي ما تغيبيش عليه، القى عليه نظرة من وقت للتاني. طبعا الصاج بيتقلب، يعني لو تلفيه في الفرن. تمام. بصوا بقى شكل البسكوت عامل ازاي يا سيدي. ايه رأيكم؟ ايه حلاوة وطعمة كده. بملى بقى السجون بتاعتي كلها. بتسهل عليكي بقى ان انت ايه، ما هو ما بياخدش وقت خالص. شغال في فرن البوتاجاز شغال، شغال في الفرن الكهرباء شغال، شغال في فرن غاز عادي شغال، كله معاكي شغال. اهم حاجة درجة النار تبقى وسط واقل من الوسط شوية. تمام. عشان ما ياخدش معاكي لون بسرعة من غير قلبه ما يكون مستوي. بطلعه طبعا وبسيبه على السيجان كده لحد ما بيبرد، وبعدين ببتدي ان انا اعبيه. بصوا لونه تحفة، لونه بجد تحفة. بصوا التسوية ما شاء الله تبارك الله. هتلاقيه وهو بيستوي ان الحتة اللي في النص دي ما احمرتش زي الباقي البسكوت. طلعيها وسيبها تهدى شوية على الصينية هتاخد نفس اللون. تمام. بصوا التسوية كلها ما شاء الله تبارك الله. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ يلا قومي اعملي البسكوت اللي بالسمنه. مستنيه ايه؟ مش هياخد منك وقت خالص. طبعا كلنا عارفين البسكوت من الحاجات اللي بتطرى بسرعه. بنجيب علبه تكون محكمه الغلق، بنحط فيها كيس بلاستيك، ونبتدي ان احنا نرص البسكوت بتاعنا فيها، وبعد كده بنقفل الكيس وبنحكم العلبه عليه كويس.
يسقسق بقى، يعني هنسقسق في الشاي بلبن. وبصوا مش عايزه اقول لكم انا هخرب الدنيا. جربوه بالطريقه دي هيعجبكم جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب وكومنت حلو زيكم، بيدوب دوب بجد وفيه القرمشه وطعمه خطير. لازم تجربوا الطريقه دي. الناس اللي بتعمل بالزبده، انا كنت بعمل بالزبده دايما، برضو جميل وتحفه وكل حاجه، بس يختلف عن اللي بالسمنه. جربوها هيعجبكم جدا ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد، وان شاء الله انزل لكم طريقه الكحك اللي لا يعلى عليها طبعا. بصوا الجمال. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.